تعالوا بقى النهاردة نعمل الكفتة بطريقة جديدة، وكمان شكل جديد وطعم تحفة جدا. وتقدري اللي انت تعملي كمان تحتها الخضار اللي انت عايزاه، وكمان شوية سلطة شوية طحينة. يبقى احنا عملنا احلى صينية خضار وعليها الكفتة، تغيير اللحمة وتغيير الفراخ، والنتيجة هتعجبك جدا جدا ان شاء الله. انا مش عارفة الفيديو ده متشقلب مني ازاي، بس مش مشكلة، حبيت اللي انا برضو اوريكم حتى لو كان متشقلوب. حبيت اللي انا اوريكم الفيديو بتاعنا النهاردة حلو على حادق، على حاجات كتيرة جميلة جدا. عملنا فيه الغدا، وكمان عملت فيه تفريز الطماطم والبرتقان على طريقتي. هيسهل معاكي كتير، بالذات لما تعصري البرتقان وتحطيه يا دوبك على المية، شوية المية الصغيرين والسكر، او تشربيه كده فريش. احلى برتقان معاكي جاهز. تعالوا بقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتحطي لايك عشان الفيديو ان شاء الله هيعجبك، وكومنت جميل تعرفيني حضرتك منين، اكون مبسوطة جدا بتعرفي بحضرتك. تعالوا بقى نعمل الكفتة الجميلة اللي انتوا شفتوها دي بنص كيلو من اللحمة، وتقدري تعملي اقل وتقدري تعملي ازيد. معانا نص كيلو لحمة، عليه بصلاية حلوة كده عصرتها من المية، وقطعت فلفلاية صغيرة، وحطيت بهارات كفتة، فلفل اسمر، كمون، كزبرة. عندك توم باودر تقدري برضو تحطيه، عندك بابريكا تحطيها، كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها، ولو شوية فلفل اسمر وملح هتبقى زي العسل من ايديكي. وهنبتدي بقى نقلبها حلوة قوي مع بعضها. الكفتة بتحب تكون ناعمة شوية غير الحواوشي. يعني ايه؟ يعني لو انت جايباها من عند الجزار تقدري تقوليله ادهاني وشين تلاتة تبقى ناعمة، والأنسجة بتاعتها تبقى فيها خيوط كده، دي الكفتة تطلع معاكي ناجحة ان شاء الله. انما الحواوشي عادي بوش خشن عادي. لو عندك كبة تقدري تعملي الكفتة تجيبيها مثلا مفرومة عادي، وتعمليها في البيت في الكبة بتاعتك. معلقة نشا ومعلقة من الدقيق، تبتدي تقلبي بقى الكفتة بتاعتك دي، وانسي ان هي تفك منك، انسي اي حاجة، وتطلع معاكي جوزي جوسي وجميلة جدا. ايه بقى الخضار اللي معانا النهاردة بقى هنحطه؟ معانا الكوسة، بتتعمل بالبطاطس، بتتعمل بالخضار المشكل. انا عملتها النهاردة بالكوسة، متوفرة عندي، وحبيت اشوف الطعم ايه. والله العظيم مهما قلتلكوا على حلاوتها وجمالها، الطعم ما يتوصفش، واختلاف نهائي عن الكوسة الطبيخ خالص. حطيتي ايه بقى؟ قطعنا الكوسة زي ما انتوا شايفين، معايا بصلاية صغيرة مقطعة، معايا طماطم متقطعة، وفلفل برضو متقطع. تقدري تحطي جزر، تقدري عايزة تحطي تشكيلة خضار معاها فريش، حطي اللي انت عايزاه. بس الكوسة طعمها تحفة جدا مع الكفتة، بالذات بقى ما تعمليش جنبها لا رز ولا مكرونة ولا اي حاجة. غمسي بس كده غموس، دي كده صينية غموس كفتة بالكوسة جنب السلطة جنب الطحينة. حلو الكلام. فردناها كده في الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اجيب الكفتة القمر بتاعتي دي واصبحها وارصها عليها. لو انت لسه ما صليتيش على النبي لحد دلوقتي ما تنسيش تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودي بقى من صواني رمضان الجميلة، تقدري تنوعي، تقدري تعملي حاجات مختلفة، تقدري كل يوم تشكلي في الفطار بتاعك بأقل الإمكانيات. زي ما انتوا شايفين هبتدي اجيب مية البصل اللي انا صفيتها من البصل، وابتدي اللي انا اصبع بيها الكفتة. بتصبعيها على معلقة، مش لاقيه السيخ، ما عنديش سياخ اللي هي الخشب، المعلقه وهتشتغل وتبقى معاكي زي الفل. تقدري تكبري حجمها، تقدري تصغري، تقدري تخني، تقدري ترفعي، اللي انت بتحبيه تعملي. شفتيني وانا عماله اهزها لك كده في قلب المعلقه، ما بتتحركش، ثابته وجامده جدا زي الحجر. اعمليها بطريقتي دي، هتطلع معاكي انجح كفته عملتيها في حياتك. والتتبيلات كلها من مطبخك، لا جايبة
تتبيلة جاهزة ولا اي حاجة خالص. انا كمان زودتلك اللي انت تقدري تحطي كفتة، تقدري تحطي توابل كفتة او بهارات الكفتة. انا ما حطيتهاش، انا كل التوليفة اللي انا عملتها دي ادتني الطعم والتست اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اصبحها وارصها على الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دخليها بقى الفرن يا عسل. ولو عندك كمان بقى فحمايه كده تحطيها على ورق الالومنيوم ده بعد ما تستوي. ويا سيدي يا سيدي على الجمال، هتاكلي احلى صينيه كفته بالكوسه، تحفه جدا. غطي عليها بقى ودخليها على الفرن على طول. نيجي بقى عملنا الطماطم بتاعتنا ازاي وعملنا البرتقال بتاعنا ازاي. الفيديو النهاردة متشقلب على بعضه كده، بس النتيجة تبقى حلوة جدا هتعجبك. تجيبي بقى الطماطم اليومين دول يا بنات، الطماطم رخيصة جدا. بكام؟ ب5 جنيه، التلاتة ب10. انت وشطارتك زي اللي انا جايباها دي، جايباها التلاتة ب10. جزء جبته التلاتة ب10، واللي هي كبيرة شوية دي جايباها ب5 جنيه. زي العسل وزي الفل. هبتدي بقى اغسل الطماطم بتاعتي وانضفها من العقب الاخضر ده، واحطها في الحله واشغل عليها النار من غير نقطه ميه. هسيبها تاخد وتدي كده بشكل ودي. نيجي بقى للبرتقال. تغسلي البرتقال حلو، سيبيه يتصفى، تقشريه، تصفيه تضربيه في الخلاط، او تصفيه بالمصفى اليدويه، او لو عندك العصارة اللي هي بتعصر البرتقال تعصري فيها وتكيسيه وتحطيه في الفريزر جاهز يا دوبك على شوية السكر وكوباية المية. كل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.